انا اسمي يوسف، البحر ده ملعبي. شغلي كان كله في الميه، كنت بغطس واطلع اي حاجه ليها قيمه. طب الحاجات دي كنت بجيبها منين؟ من اي سفينه غرقانه، البحر ياما فيه. دخلت السفينه بالراحه، الخشب بيعمل صوت تحت ايدي مع كل حركه بتحركها. وصلت لاوضه القبطان وفعلا لقيت صندوق خشب كبير مقفول بقفل حديد مصدي، وبكل قوتي كسرت القفل ده، فتحته، عيني برقت. اغتنينا يالا، ذهب وعملات قديمه، فلوس ومجوهرات تخليني اعيش ملك بقيت عمري. وبدات الم الحاجات دي بسرعه في الشنطه بتاعتي، وفجاه سمعت صوت خربشه بسيط جاي من الاوضه اللي ورا. قلت لنفسي دي اكيد سمكه ولا حاجه، عادي ما تشغلش بالك. لكن الصوت اتكرر تاني وبقى اوضح، صوت حاجه بتتحرك ببطء على الخشب. خرجت ابص مفيش حاجه، بس حسيت ان انا في المكان ده مش لوحدي. حسيت بعين بتبص عليا من الضلمه، قلبي بدا يدق بسرعه. قلت لنفسي خد اللي تقدر عليه ويلا اخلع. رجعت المركب ومعايا الكنز اللي انا لميته، كنت فرحان ومش مصدق نفسي. وبالليل وانا بحاول انام سمعت صوت غريب، صوت جاي من تحت الميه، صوت زي الزن او كأن ناس بتغني اغنيه حزينه مع بعض، كانهم كورال. صوت حزين وجميل في نفس الوقت، صوت بيناديني. صحيت من النوم مخضوض، الصوت في وداني كانه جوه دماغي. كنت عايز اهرب بس في حاجه مثبتاني في الارض. انا عايز ارجع، انا عايز اروح للصوت ده. في جزء جوايا كان عايز يعرف الصوت ده عباره عن ايه. طمع رجع تاني وقال لي لا، ده الدهب اللي معاك ده يعيشك 10 سنين بس، انزل هات اكتر.